مخبيه عليكم بلاوي، مش عارفه اقول ايه ولا ايه ولا ايه. قولوا لي اسكتي يا ست انتي وبلاش تبعبعي. خلي الطبق مستور. نقول مسا مسا على الناس النشيطه الكويسه، بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. بشارككم يومياتي بكل تفاصيلها زي ما انتم متعودين معايا. اليوم النهارده يا اخواتي دبل 2 في 1 كده، فعاوزاكم تحطوا لايكات كتير وتشيروا الفيديو في كل مكان، ولو انت جديده اشتركي في القناه، واهم حاجه تفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زغروطه من قناتي اشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بمشيئه الله هقدمه معاكي الفتره الجايه. بصوا بقى، صلوا بينا على النبي. طبعا في ناس كتير قعدت تقول لي دهني لاولادك صن بلوك، حط لهم كريم ضد الشمس وحط ليكي، لان بشرتي طبعا اتدمرت خالص واسمرت جدا. انا بشرتي اخدت يمكن درجتين غامقين عن درجتي الطبيعيه. فاول حاجه طبعا عملتها اول ما صحيت زي ما انتوا شفتوا كوبايه النسكافيه المتينه اللي تعدل المزاج كده وتخليني اكمل باقي اليوم وانا مستمخمخه كده ومستقنيصه، ويبقى عندي طاقه بقى، لان برضو هناك يعني معايا اولادي، فالاستجمام برضو يعني ايه محتاج انتباه. وعموري الله يحفظه لي يا رب ويبارك لي فيه، يعني محتاج عم فنجيل 24 ساعة. عمل كام موقف يا بنات، لو احكيه لكم كده واقول لكم عمل ايه. عارفين ازاي تخنق جارك؟ اهو عموري كان هناك كده، ازاي تخنق جارك. ده غير ان هو يعني رجله سرحت شوية، بس الحمد لله القرية مقفولة، و يعني الحمد لله يعني نسبة ان هو ممكن يتوه مننا او ما نعرفش ان احنا نجيبه خالص، دي نسبة كانت ضعيفة خالص. بس كان ايه، رجله بتسرح، يعني بيمشي بعيد عن الشاليه اللي احنا فيه، ورجله سرحت شوية يعني الحمد لله الحمد لله. السفرية دي هتفضل في ذكرياتي مش هنساها. المهم دهنت لهم طبعا صن بلوك، المفروض يدهن قبل ما ينزلوا المية او يتعرضوا للحرارة قبلها بتلت ساعة تقريبا، ويتجدد كل ساعتين. احنا ما كناش بنكمل اصلا الساعتين تحت، احنا كبرنا ساعة ساعة ونص وكنا بنطلع، ما كناش بنطول، بس كنا يعني بننزل في عز الايالة كده. وكنت بدهن صراحة على وشي منه، يعني ما كنتش جايبة ليا حاجة مخصوصة، انا كنت يعني بحط للاولاد منه وبحط ليا بس. فكنت عايزه اقول لكم يا بنات يعني ايه، كنت بحط لهم طبقه محترمه كده. بس بقى في حاجه غريبه حصلت في عين عموري، عينه تعبت جدا لما روحت بيه، ويعني بصوا مش عارفه اقول لكم ايه. الحمد لله على كل حال. معرفش بقى هل ده من الصن بلوك لما كان بيسيح مع الشمس والميه وكده ويدخل في العين، ولا مثلا من ميه البسين والكلور او من الرمله بتاعه البحر، والله ما عارفه. المهم يا اخواتي، اول حاجه زي ما انتوا شفتوا كده ابتديت ان انا اجهز العشاء. طبعا يعني حته ان انا اغسل الحاجه مع حالي دي، انا كنت بغسلها وبنضف الحاجه كويس كاني قاعده في البيت بالظبط. بنضفها يعني بشيل الزفاره اللي في الفراخ بالملح واغسلها كويس واصفي الميه بتاعتها. وبعدين ابتديت ان انا اجيب الحله بقى وابتدي ان انا اشتغل فيها زي ما انتوا شايفين. قررت ان انا هعمل شاورما. المفروض اصلا ان ابو عمر كان عاوزني عادي اتبلها فراخ بانيه، بس انا قلت لا مش هعرف اعمل هنا، وما كنتش واخده زيت كفايه معايا. يعني انا كنت واخده ازازه واحده بس من الزيت، قلت هتكفيني الكام يوم اللي هقعدهم هناك، يعني هتقضيني لو عملت كام اكله ولا حاجه، هستبدل السمنه بالزيت وايه وهتكفيني الكام يوم دول. فلو كنت يعني قليت الفراخ او حمرتها وكده ما كانتش هتقعد ازازه الزيت، اصلا كانت هتتشفط كلها في مره مثلا قلي او حاجه. فقطعت الفراخ بالطريقه اللي انتوا شفتوها، وغسلتها كويس بالملح وصفيتها، وبعدين نزلت بشويه زيت ورحت حاطه الفراخ اديتها صدمه، وبعد كده نزلت بقى بالتوابل بتاعتي وبصلايه كده جوليان، وخلاص كده بقى معايا العشاء جاهز. وكان عندي رز بسمتي من اللي انتوا شفتوه معايا في اخر فيديو نزل بتاع المصيف لو فاكرين، اللي قلت لكم ما ظبطش معايا قد كده، بس لما قعد لغايه تاني يوم كان الدنيا ظبطت قوي فيه يعني. المهم يا اخواتي طبعا كان ناقصنا حاجات كتير، وكنا محتاجين حاجات نجيبها من السوبر ماركت. فبدات ان انا انزل ورحنا برضو فتح الله، وجبت بقى شويه حاجات هتشوفوها معايا. هنا كنا دخلنا القريه، يعني انا مصورتش واحنا رايحين، صورت لكم بس في دخلة القريه. احلى حاجه ان الحمد لله الحمد لله كان في امن على البوابه، فالحمد لله يعني ابني ما قدرش ان هو يسرح بعيد قوي، بس برضه خطر يعني لا قدر الله. الفكره كلها مش في ان هو ممكن يتوه جوه القريه او ما نعرفش ان احنا نجيبه، الفكره ان في بول في يعني
كل كام شاليه كده ليهم بول في مكان معين، ممكن لا قدر الله حد يزقه في الميه عقله يوزه ان هو ينزل في الميه دي. ومش محتاجه اوضح واقول لكم ان اقسم بالله يا بنات في غمضه عين، يعني بسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يحفظ اولادنا جميعا، يعني اللي في دماغهم بيعملوه في غمضه عين. بس غمضه عين لو غمضتي عينك وفتحتيها ممكن ما تلاقيش الطفل قدامك. يعني مش فكره ان انت غايبه عنه بقالك فتره، او ان انت ناسياه او سايباه ومشغوله في حاجه، لا، هو بيبقى قدامك وبيلعب ومره واحده تلاقيه سرح من قدامك، مش فاهمه ليه. المهم زي ما انتوا شفتوا كده طبعا، انا وريتكم الكوتشينه بتاعت امان. كان المفروض هم قابلونا عند فتح بيعملوا ترويج لنفسهم تقريبا يعني، فعاملين لك بقى اوبشن ان انت لو هتجيبي حاجه بالقسط ما تدفعيش فوايد، وان هم متعاقدين مش عارفه مع كام تاجر، وكمان تاخدي كارت يديكي خصم كبير لو اشتريتي اي حاجه من الحاجات الكهربائيه. يعني فسجلنا معاهم بصراحه، قلت لابو عمر سجل معاهم بالاكونت بتاعك او برقم تليفونك، ولو كده يعني نبقى نشتري منهم لو احنا حابين ان احنا نجيب اي حاجه من الحاجات الكهربائيه دي ونستفاد بالعروض بتاعتهم. وكمان لو حابين ان احنا نجيبها قسط فما ندفعش فوايد، مش عارفه على كام شهر كده. فالمهم يعني يا اخواتي من الاخر قالوا لنا هيدونا كارت هديه بتاع الخصم ده. قعدت تدور لي عليه كتير شرق وغرب ما لقيتوش، والاخر راحت مدياني الكورشينه دي هديه. مش عارفه بقى اسمها كورشينه، ابو عمر بيقول عليها كورشينه وانا بقول عليها كوتشينه، هي اسمها ايه بقى؟ انتوا اكتبوا لي في التعليقات. جبت بقى شويه السناكسات والحاجات اللي انتوا شفتوها دي، وشنطتي العشق اللي بصوا لازماني زي ظل كده، لما اروح في اي مكان لازم يبقى معايا حاجاتي ومستلزماتي. طبعا اللي متابعني كويس هيبقى عارف ان انا اللهم لك الف حمد وشكر لك يا رب، انا مريضه ضغط واطي يا بنات، يعني عندي ضغط واطي على طول. ف يعني ايه بقى، لازم بيبقى معايا النسكافيه بتاعي، تحابيشي بقى، حاجاتي دي اللي انا ما بقدرش استغنى عنها. جبت كمان فريسكا، جبنا لبن للاولاد، اشتريت لهم عصير، جبت علبه لب كده نقزقز فيها، واختفت يا اخواتي من الشاليه، ما اعرفش عمري وداها لي فين، ولا نزل يلعب بيها تحت، ما طلعش بيها، نزل ناحيه البول بيها، ما اعرفش. انا مش عارفه بصراحه هي راحت فين، اختفت كأن عفريت جه لقطها ومشي كده. المهم وطبعا اشتريت توابل زي ما انتوا شفتوا، الكياس اللي هي اسمها زاد الخير دي 15 جرام والكيسه ب10 جنيه. احنا جبنا يجي 35 جرام وجبنا ب8 جنيه وب10 جنيه فلفل اسمر، وجبنا حاجات قد كده. طبعا 10 جنيه يعني شويه كتير، مش زي زاد الخير دي 15 جرام والتوابل ملهاش طعم. فاشترينا حاجات سايبه منين بقى؟ من فتح الله. بس فاشترينا يعني شويه حاجات وكده. وده كان العشاء بتاعنا، كانت شاورمة الفراخ وجنبها رز بسمتي زي ما قلت لكم. هنا بقى يا بنات كنا تاني يوم ماشي، واليوم اللي كنا عاملين فيه شاورمة الفراخ دي يعني فجر اليوم ده كان والدي واختي جولي ماشي، فاجئونا بقى يا بنات، يعني والله احلى مفاجأة بصراحة. حسيت بطعم المصيف، لقيت ان حد برضو اخويا ربنا يا رب يديله الصحة برضو، مش يعني مع اولادي وكده مش هنقدر عليهم، يعني برضو ان انت عايزة تنزلي المية شوية، عايزة تشمي نفسك شوية، عاوزة تخرجي، لا الوضع بصراحة في وجود والدي واختي كان مختلف. وعايزة اقول لكم لما عموري رجله سرحت كده كانت اختي موجوده، كان اخويا موجود وابويا موجود وبابا موجود، يعني كلنا كنا موجودين. وانا بصراحه كنت مسحوله في الشاليه مع لولي. وبصوا في غمضه عين يعني اختفى من قدامهم، يعني كان قاعد قدامهم وبيلعب وبتاعه قدام بابا، ولا في لحظه ما بقاش موجود، سرح ومشي مع نفسه. بس هنا طبعا عمالين يلعبوا في الرشاشات وانا بصورهم. عايزه اقول لكم ان هم جننوا الراجل اللي كان بيعمل الجنينه. بصوا كل شويه يروح يظبط الرشاشات وراهم، وعمال اقول له عمو هيضربك، ومفيش، عمور اللي في دماغه وقاعد عمال يلعب. وطبعا تيتويه ماشيه ايه يعني، ماشيه زي ظله كده، الحاجه اللي هو يعملها هي تعملها زيه. ربنا يحميهم يا رب ويحفظهم لي، ويا رب يرزق كل مشتاق للذريه الصالحه، كانهم توأم بالظبط يعني في كل حاجه. المهم عماله اقول لهم يلا تعالوا خلينا ننزل، مش راضيين خالص. انا بقى فوقت كله، كانوا نايمين ماشي، صحيت كله، صحيت بابايا، ومن الاخر كده يا اخواتي عملت لهم قلق، قلت لهم انتوا مش جايين تناموا؟ طبعا هم جايين يعني في السفر، قعدوا كام ساعه وكانوا تعبانين وكده، بس على مين فوقتهم برضو. هنا عمور يا بنات بينزل في الحته اللي هي عامله زي الممشى دي،
الممشى دي هي يعني المفروض ان انت بتنطي منها للميه، او يعني بتعدي منها كده للناحيه التانية، بس الميه تيجي للاطفال لغايه رجليهم، يعني لغايه قصبة رجليهم، فهي طبعا مش غويطه، فعشان كده عموري بينزل فيها يعني ايه وهو مبسوط وفرحان. بصراحه الاطفال كلها اللي هي الصغيره اللي قد عمر كده اللي مش بتعرف تعوم بتفضل قاعده فيها كانه بسين اطفال يعني. المهم يا اخويا، عموري باشا مش راضي يطلع من الميه، اتعرف على ولد كده صغنن ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يا رب يحميه الاهله، بيعرف يعوم. فهو يعني ايه بيلعب معاه وكل شويه يخليه يزقه في الميه، فعمر كان مبسوط وفرحان ويسخسخ ويكركر كده، فبابا راح يجيبه. لا لا يا ماما، زقه يا ماما. اقول له لا يلا يا عمر هنروح الميه، نروح البحر، يقول لي لا يا ماما زقه يا ماما. كان مبسوط وفرحان ربنا اسمه فيلو. صاحبك اسمه فيلو؟ لا. كان اسمه ايه؟ فيلو، الدلع بتاعه فيلو. بولو. اسمه بولو؟ لا. جبت منين بولو دي؟ المهم يا اخواتي خلاص كده بقى، كنا جبنا عمر عافيه واقتدار، بابا راح واخده كده مكلفته بالفوطه، وبعدين راح اخده كده شايله شويه لغايه اما بعدنا حته كبيره كده عن الشاليه عشان ما يرجعش تاني. عارفين عشان يجي يمشي معانا عمل ايه صاحب يعني الولد ده، ربنا يا رب يحميه لاهله يا رب ويحفظه، عارف ان عمر بيجري وراه عشان يلعب معاه، راح جري 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 وراح جاي واقف ناحيتنا عشان يجيب لنا عمر لغايه عندنا، لانه مش راضي يمشي ومعصلج ومنشف دماغه. فبقول لبابا يعني بقول لابو عمر هو انت اللي قلت له يعمل كده؟ قال لي لا بصراحه هو اللي شغال دماغه من نفسه وهو اللي عمل الحركه دي، فهو بيقول له انا عارف ان انت بتجري ورايا، فراح جايبه لنا بقى. يعني شفتوا الجمال، ربنا يا رب يحفظه يا رب ويحميه، وعقبال يا رب ما اشوف عموري زيه كده، ربنا يحفظه لاهله يا رب ويبارك في عمره. المهم يا اخواتي بقى لمينا حالنا ومشينا، المره دي بقى اخدناها مشي، طبعا هي مسافتها كبيره شويه فكان تعب على والدي بعد ما نزل البول وكده، ان هو عمل مجهود ما شاء الله. بابايا بيعرف ان هو يعوم، احنا طالعين خايبين شويه في حوار العوم ده انا واخواتي، بس اتدربنا سيكا يعني في السفريه دي. المهم بابايا مرضوش، يعني كان تعبان بقى وكده ومرضوش ان هو ينزل، اخد له بقى قيلوله كده يعني شويه راحه كده بعيد عن الاولاد، ونزلنا احنا بقى رحنا على البحر زي ما انتم شايفين الميه، يا جمال الاستجمام. بس ما يغركوش شكل الميه دي يا بنات، انا كده واقفه يعني على الرمله من بره خالص، الموجه عاليه جدا والله العظيم، انتوا مش هتصدقوا اللي حصل مع اختي. طبعا احنا ما لحقناش حتى نقعد، قمنا على طول ومشينا. عايزه اقول لكم ان الميه من على الشط سحبت اختي وهي واقفه ماشي، ويعني سحبتها لجوه، اخدتها وراحت مطلعاها تاني على الشط. يعني انا اختي اصلا كانت هتغرق وهي على الشط، متخيلين؟ انت بتبقي واقفه على الشط بره والموجه جايه لك لغايه نصك كده، فاللهم لك الف حمد وشكر لك يا رب، الحمد لله انها جت على قد كده والله يا بنات. وطبعا هي ما كانتش مصدقه ان البحر ده ما ينفعش حد ينزل فيه غير السبيحه قوي بقى، وكمان هيعوموا على الشط مش هيغوطوا جوه، لان نسبه الخطوره فيه عاليه جدا، ولا قدر الله يعني عارفين اصلا يا بنات الميه دي ملهاش امان. يعني حتى والدي بيعرف يعوم، بيقولك يعني حتى اللي بيعرفوا يعوموا ممكن لا قدر الله يغرقوا، مش شرط تكون انت ما بتعرفيش تعومي، لا انت ممكن اصلا تكوني بتعرفي تعومي ولا قدر الله تغرقي، متخيلين؟ المهم اقتنعت بقى، قالت مش عايزه اروح البحر تاني، بعد ما كانت بتقولي وانتوا جايين عشان بس تنزلوا البول، طب ما احنا ممكن نروح في اي مكان وننزل بول عادي. الفكره كلها في الاستجمام، ان انت غيرتي مكان، غيرتي جو، تشمي هوا نظيف، بعدتي عن مشاكلك، بعدتي عن كل حاجه رميتيها ورا ظهرك، وهكذا بقى. المهم يا اخواتي طبعا احنا لما رحنا فتح الله، انا نسيت اقول لكم لما شفتوا المشتريات دي ما وريتكوش بقى مشترياتنا من الفراخ، احنا جبنا فراخ تاني من كتر ما هي طلعت قمر عسل حلويات، بصوا رهيبه. وتاني مره دي يا بنات طلع طعمها اقسم بالله تجنن، ولا تقولي لي يعني عارفين اقول لكم مين اسامي مشهوره مين بتشوف، احنا خلاص احنا اكتسحنا الموضوع ده. فاشترينا فرختين بقى، المره دي كنا جايبين فرختين، وابو عمر شواهم كده على الفحم، مش قادره اوصف لكم الجمال، عظمه على عظمه، الريحه فظيعه والطعم خطير. والشوي المره دي بصراحه عجبني اكتر من المره اللي فاتت كمان، لان الفراخ دي كانت غالبا كده قاعده في التتبيله حبه محترمين. و بصوا هو يعتبروا باتوا عندنا يوم كمان في التتبيله، فعارفين اللي هي بقى طعمها غني اكتر،
فطبعا الفراخ كل ما تقعد في التتبيله كل ما تاخدي احلى طعم شوي فيها. ودي شكلهم بعد ما استووا، وهوريكم ازاي زبده يعني مستويه قوي. طبعا انا ما كانش معايا رز بسمتي بقى ولا حاجات، استغليت الفرصه ان هم جايين لي وكده، وقلت لهم بقى يجيبوا لي رز وشعريه ومكرونه، وخليتهم يجيبوا لي شويه حاجات وبس. والله يا اخواتي شايفين يومي يومي على الجمال. ده كان فيديو النهارده، متنسونيش بدعواتكم ولايكات كتير، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.